الثانوية الإعدادية التحدي بالجامعة القروية بن معاش أولاد عبو التابعة لإقليم برشيد ترى النور بفضل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤسسة تعليمية جديدة أشرف على افتتاحها شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تنضاف إلى باقي المؤسسات بالجهة. هذه إعدادية اللي الآن فيها أكثر من 200 تلميذ وتلميذة اللي كانوا من قبل خصهم ينتقلوا واحد 20 كيلومتر، واللي اليوم هي موجودة قريب من الدواوير ديالهم. بطبيعة الحال هذا في نفس الوقت غادي ينقص ورفع من عدد التلاميذ اللي هما التحقوا بالمؤسسة، وثانيا غادي يساعد أيضا باش نرفعوا من الجودة ديال التدريس داخل المؤسسة. المؤسسة التي تقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 640 تلميذا وتلميذة تشمل فضاءات متعددة للأعمال التطبيقية والقراءة ومكتبة وسائطية إلى جانب مطعم وقاعة للتمريض ومسرح ومساحات خضراء متعددة الاستعمالات. أنا دائما التعليم قريب لقلبي وكنهتم بالتعليم بزاف. جيت لهاد لا ريجيون لهاد الجهه هذه باش نصايب واحد المدرسه نبنيو لها بحال دابا نرمموها سي تو بحال دابا المكتبه ندير فيها ندير فيها بحال دابا شي اير دو جو، غير نصلحوا بعد نجيو نديروا اون اكسيون. من بعد ملي شفت مع الناس اللي مكلفين هنا بالجهه لقيت بان ما كاينش ثانويه ما كاينش اعداديه، ومن هنا انطلقت الفكره. هذه المؤسسة جات يعني كحلم كان يراود الساكنة بأجمعها لقوامها تقريبا ما يزيد عن 20,000 ساكنة. كانوا التلاميذ ديالهم كانوا كيمشيو ملي كيتوجهوا للإعدادي كانوا كيضربوا مسافة طويلة. جات هذه قربت لهم المسافة، مما أثر يعني بواحد الشكل إيجابي على نسبة الحضور المدرسي اللي وصلت هذا العام لحد الساعة 0%. مشروع الإعدادية بهذا الإقليم من شأنه الحد من عناء تنقل هؤلاء التلاميذ لمسافات طويلة، فضلا عن العمل على تجويد خدمات وظروف التمدرس لفائدة سكان الجهة.